في فيديو النهارده إن شاء الله هنعمل طريقة للبرجر، أنا مش هاقول لِك إن هي زي بتاعة الجزارين، ولا هاقول لِك إن هي زي الأنواع اللي موجودة في السوق، ولو حتى أغلى نوع منهم، هنعمله بطريقة حلوة جدًا، جدًا، أنتِ بنفسِك هتكتبي لي كده في التعليقات بعد ما تجربيه إن شاء الله، وكمان هنعمل معاه عيش كايزر، وكمان هنضيف عليه إضافة هتزود من الكمية بتاعته شوية، وهتخليه مش هيكش كتير. يالّا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة أنا استخدمت على نص كيلو لحمة بصلاية وسط، بشرتها وحطيتها على النار مع قطعة من الزبدة، ممكن تبقى سمنة ممكن يبقى زيت أي حاجة مش هتفرق كتير، وهسيبها تدبل شوية على النار وهحط عليهم رشة بسيطة من الفلفل الأسمر ورشة بسيطة من الملح، وهاسيبها تدبل شوية. ليه الخطوة دي أنا باعملها؟ لأن الخطوة دي هي اللي بتدينا طعم وريحة حلوة أوي للبرجر غير لما تحطيها نية. لما بتحطي البصلاية نية على اللحمة على طول بيبقى طعمها حلو وكل حاجة، لكن ما بيديناش ريحة البرجر اللي احنا عارفينها وبناكلوها دايما من المحلات بره. تمام. هنا معايا نص كيلو اللحمة. يمكن اللي متابع القناة عارف إن أنا باجيب اللحمة متقسّمة على أرباع، يعني نوع من أنواع التوفير نبقى نتكلّم عنها في فيديوهات تانية إن شاء الله. هاحط اللحمة في الطبق اللي قدّامي، وبعد كده هاضيف عليه المكوّن اللي مش هيخلّيه يكِش كتير، وهيزوّد معانا الكمية شوية اللي هو إيه، اللي هو البقسماط. البقسماط ده اللي هو العيش اللي بيبقى متحمّص ومطحون، سواء أنتِ اشتريتيه جاهز أو سواء أنتِ عملتيه في البيت. أنا في العادي كنت باعمله بشوفان، بس أنا قُلت يعني أجيب حاجة أوفر شوية، لإن الشوفان اليومين دول غالي وبيدّينا نفس النتيجة تقريبًا. وهاحط هنا معايا معلقة كبيرة من التوابل بتاعة البرجر الجاهزة، متاحة جدًا في الأكياس الجاهزة دي، ممكن أبقى أحط لِك الكيسة هنا صورتها هنا، وممكن تجيبيه بالوزن من عند العطارين. وهنا البصلاية دبلت معانا شوية هاحطها، وهنا حطيت برضه على التوابل دي شوية من الفلفل الأسمر، وشوية من البابريكا. البابريكا بتدّينا لون حلو أوي، وكمان بتدّينا طعم وريحة من بعيد كده حلوين. هاقلّب الكلام ده كلّه مع بعضه. قبل ما بتضيفي الملح بتاخدي حتّة بتسويها الأول على النار بعد ما بتعجنيها طبعًا. أنا ضِفت رشّة بسيطة من الملح لإن أنا عارفة البهار اللي أنا حطيته، لكن عايزة أقول لِك كل شركة بتتبّل التتبيلة اللي هي عايزاها، وبتحط الملح اللي هي عايزاه. فأنتِ عشان تضمني إن الملح بتاعِك يبقى مضبوط، بتاخدي جزء بعد ما بتعجني العجنة اللي أنتِ شايفاها قدّامِك وبتحطّيه على النار، لقيتيها عايزة ملح بتحطّي عليها ملح، لقيتيها مضبوطة خلاص بتبقى مضبوطة. تمام؟ وهنا هاشتغل معاكِ بالمكبس بتاع البرجر. أنا عملت قبل كده التشكيل معاكم بغطا السمنة، وعملت معاكم التشكيل بغطا البرطمان. هنا النهارده هاعمله معاكم بالمكبس بتاع البرجر. وعايزة أقول لِك كمان على ملحوظة هنا، البرجر ده المكبس ده ممكن يعمل البرجر رفيع، ممكن يعمله وسط، وممكن يعمله تخين، حسب القطعة اللي بتفرديها قدامِك هي اللي بتتحكم في الحجم. أنا هاعمله الحجم المتعارف عليه الموجود في كل مكان، سواء في الجاهز اللي بتشتريه في الأكياس أو اللي عند الجزارين، اللي هو الحجم المتوسط العادي. تمام؟ لو عايزة تعملي بقى الشكل الأمريكاني اللي هو بيبقى تخين شوية ده، لو أنتِ بتحبي الحجم ده براحتك، عايزة تعملي الرفيع براحتك، بس الرفيع بيبقى ناشف في السِوَى، يعني بعد ما بيستوي بيبقى ناشف، ما بيبقاش حلو أوي. خلّصت تشكيل الكمية هاوريكِ برضه إن أنا إزاي لو عايزة ما عنديش المكبس وباشكِّل في غطا البرطمان، بتحطي كيسة من أكياس التلاجة عادي. أنا كان كيس وقسّمته على 4 وخدت قطعة وحطيت الكيسة وحطيتها جوّه الكيسة، وابتديت أشكِّل بإيدي أول معلقة، وباطلّع بالكيسة وبيبقى بمنتهى السهولة الشكل اللي أنتِ شايفاه ده. نُص كيلو اللحمة عمل معانا 8 وحدات كبار من البرجر، وواحدة صغيرة يعني 9 قطع برجر محترمين. يعني بُصّوا الواحدة أساسًا ما كنتش عارفة أحطها في العيش من كتر ما هي ما شاء الله كانت كبيرة. هنا هنعمل العيش الكايزر. حطيت كوباية من المَيّة الدافية، عليها معلقة ممسوحة كبيرة من الخميرة، عليها معلقة ممسوحة كبيرة من السكر، وعليها معلقة ممسوحة برضه من اللبن بودرة. ممكن تحطيها وممكن تستغني عنها، مش هتفرق كتير خالص في الوصفة. وهاقلب المكونات دي على بعض وهاركنها جنبي لحد ما أنخل الدقيق. أنا ليه دايمًا بأكد على موضوع الدقيق؟ لإن سوء التخزين أحيانًا عند العطارين أو أحيانًا في بعض السوبر ماركت بيبقى التخزين مش حلو، فممكن يبقى الدقيق الله لا يقدّر بايظ والّا حاجة، أو فيه مثلًا حشرات والّا حاجة. فأنا دايمًا بأكد على إن إحنا بننخل الدقيق. عايزة أقول لكم العيش ده كان طعمه حلو جدًا، جدًا. ضِفت على نُص كيلو دقيق رشة من الملح، وهابتدي أقلِّب الخليط السوائل، وهاضيف الدقيق على السوائل، وهابتدي أعجن. في الوقت ده أنا جنبي برضه مَيّة دافية، وهنعمل مُحسّن طبيعي موجود في البيت، بيدّينا برضه نتيجة ممتازة، ممتازة للمعجنات، اللي هو معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، عليهم معلقة كبيرة من الخل، بيدّينا فوران حلو كده، وهاحطهم على العجينة.
وهنا جنبي المَيّة الدافية هاحط عليهم شوية بشوية لحد ما العجينة دي يبقى كتلة واحدة. تقريبًا استخدمت من كوباية وربع لكوباية ونُص من المَيّة، أنتِ بتحطي شوية، شوية لحد ما تلِم معاكِ وتبقى كتلة واحدة بالشكل ده. أول ما تلِم معايا بالشكل ده هاخدها واعجنها كويس أوي، 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 أوي. أنا قفلت الكاميرا لإن أنا باخد وقت في العجن عشان تبقى معايا بالنتيجة اللي أنتِ شايفاها قدّام عينِك، بتبقى عاملة زي الملبن كده، بتبقى بُصّوا في منتهى الجمال. عجينة طرية وسط لكن مش بتلزق في الإيد. هادهن العجينة دهنة من الزيت وهاغطيها واسيبها في مكان مقفول لمدة مثلًا نُص ساعة وبعد كده هابتدي أشكّلها. هنا في التشكيل أنا المفروض أشكِّل وأحُط في الصاج على طول، لكن يمكن اللي متابع القناة عارف إن أنا كنت بقى لي فترة تعبانة وكده، فالتركيز عندي منعدم، ما أعرفش ليه، ما أعرفش كان فين دماغي لمّا شكِّلت في الصينية، يعني هل أنا كنت أدخّل الصينية دي البلاستيك دي في الفرن؟ لأ طبعًا ما كنتش أدخّلها في الفرن. المهم عقبال ما اكتشفت إن أنا حطيتها هنا، كنت اكتشفت الحمد لله بدري يعني، رجعت تاني حطيتها في الصاج، تدهنيه بقى زيت، تدهنيه زبدة، أي حاجة عندِك المتاح هتدهنيها وهتشكِّلي فيها القطع العجين برضه هتحطيها في مكان دافي. أنا سِبتها لمدة نُص ساعة بس، وهنا هابتدي أدهن الوش. أنا كان عندي لبن بودرة ضِفت عليه شوية من المَيّة وهابتدي أدهن الوش. لو الكمية كانت كبيرة شوية عندي لو كان كيلو دقيق أو كان كيلو ونُص دقيق، كنت ممكن أفتح بيضاية وأحط عليها نقطة فانيليا وأدهن بيها الوش، لكن أنا بصراحة عارفة إن البيضة هتبقى كتير على نُص كيلو دقيق، فقُلت أدهن بالمتاح عندي وما يبقاش في تبذير، خصوصًا إن الحاجة دلوقتي المكونات دلوقتي كلها بقت غالية الله المستعان. على الوش ضِفت رشة بسيطة جدًا، جدًا من السمسم. في الوقت ده أنا مشغّلة الفرن، حطيته في نُص الشبكة لحد ما هيستوي معانا وياخد اللون اللي أنتم هتشوفوه معانا. في الوقت ده هابتدي أسوي البرجر. أنا حطيته في الفريزر تقريبًا لحد ما عملت العجينة، وهابتدي أسويه. حطيت قطع من الزبدة، برضه تنفع زبدة بس، ينفع زيت بس، ينفع سمنة بس، ينفع خليط من أي حاجة من ال3 اللي عندِك وتستخدميه، مش هتفرق خالص. وابتديت أسويه وأنتِ بتقلبيه بتبقي واخدة بالِك بس عشان القطعة كبيرة ما تتكسرش معاكِ. بتأكدي إن هو استوى وخلاص خلصنا الكمية اللي إحنا هنشتغل فيها النهارده، وده العيش كمان طالع معانا من الفرن. هادّي له رشة خفيفة جدًا، جدًا من المَيّة وهاغطيه دقيقتين 3 بس وهابتدي أشتغل فيه على طول. قد إيه العيش ده كان طعمه حلو جدًا، جدًا، ناجح معانا الحمد لله. عايزة أقول لكم المعجنات كل اللي جرّب من ورايا المعجنات الحمد لله بيدعي لي. أنتِ كمان لو أول مرّة تتابعيني وتشوفي لي فيديو وجرّبي الطريقة وادعي لي. لو وصلتِ معايا لحد هنا في الفيديو وعجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لمتابعين أكتر وأكتر إن شاء الله. هنبتدي بقى إن نحشي. بُصّوا بقى البرجر بعد ما استوى معانا، تعالوا نفتح واحدة كده ونشوفها مستوية وزي الفل. النار ما كانتش عالية. أنا أول ما سخنت الطاسة جامد هدّيت النار للوسط شوية. بُصّوا العيش عامل معانا إزاي، زي الفل. هنا الحشو بتاعِك أنتِ زي ما أنتِ عايزة في الحشو. بتحطي رقة من اللحمة، رقة من بصل، رقة من خس، رقة من طماطم، بتزوّدي الصوص شوية، زي ما أنتِ عايزة وزي ما أنتِ بتحبي. كل مكان حتى لو أنتِ بتشتري من مطاعم برّه، كل مكان في أماكن بتحط مثلًا خيار مخلل، في أماكن تانية بتحط بصل، في أماكن ما بتحطش بصل، زي ما أنتِ متعودة بقى بتاكلي الحشو بتحطيه. في ناس بتحب 2 برجر في الرغيف الواحد، زي ما أنتِ عايزة بتحطي. أنا هافتح معاكم واحد وهاقول لِك مثلًا ولادي أنا مثلًا بياكلوه إزاي. إحنا بنفتح مثلًا بنفتح الرغيف خالص وباحط خلطة من صوص البرجر الجاهز وباحط عليه مايونيز، حاجة بسيطة مش باكتر. الكترة يعني مش حلوة في الحاجات دي. رشة بسيطة من الكاتشب. وهابتدي أضيف رشة بسيطة جدًا، جدًا من الشطة رشة لا تُذكر كده. وهنا حطيت البرجر وحطيت عليه الطماطم والخس وبس كده، مش بنحط حاجة تاني وبيبقى طعمه حلو جدًا، 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 جدًا. أمانة لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي له لايك، ولأول مرة تشوفيني وما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زرار الكل عشان يوصلِك كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.